اليوم رح أعمل معكم كتير أكلة سهلة. صينية فروج وبطاطا بالفرن. هاي أكلة الأزمات، كل ما نحتار بنعملها، يعني سريعة وطيبة وما بدها شغل كتير. بس اليوم حبيت ورجيكم إياها على طريقتي، وبتمنى إنه تجربوها وتقولولي شو رأيكم فيها. إن شاء الله يا رب تنال إعجابكم. خلينا أول شي نبلش بالتتبيلة مع بعض. أول شي طبعا ضفت الملح حسب الرغبة مثل العادة، وفلفل كمان، ضفت معلقة هيل مطحون، ومعلقة بهارات شيش، وضفت معلقة ونص بابريكا مدخنة، ومعلقة بهارات دجاج، تقريبا معلقة كاتشب صغيرة. هلا أنا عندي الكمية قليلة فلهيك عم حط بالمعلقة الصغيرة. وحطيت تقريبا مثل ما شايفين فنجان صغير زيت، ما عيرته بس يعني تقريبا، ومعلقة لبن زبادي. ورح قلب التتبيلة كتير منيح مع بعضها مشان نحطها على الجاج. رح اترك لكم ان شاء الله كمان كل البهارات اللي ضفتها للتتبيلة بصندوق الوصف مشان ترجعوا تشوفوها اذا بتحبوا. حبلش دخل التتبيلة بالفتحات اللي عملتها بالجاج بهي الطريقة. ومثل العادة تقريبا تركتهم من 4 ل5 ساعات بالبراد لحتى يغبوا التتبيلة. بالعادة بحط بالتتبيلة شوية برشة ليمون، بلاقي هيك بتعطي طعمة طيبة وبتروح ريحة الزنخة، بس هي المرة نسيت، فرجعت جبت الليمونة وبرشتها هيك فوقهم وحركتهم شوي مع بعض. طبعا فيكم تحطوا تحتهم خضرة مثل ما بتحبوا، أنا بس ما كان عندي غير بطاطا فحطيت تحتهم بطاطا، ورشيت عليها بس رشيت بابريكا مدخنة، ما حطيت عليها أي شي تاني. وحطيت كمان شرحات بصل، وعندي توم حجمه كبير شوي، فكمان أخذت كم سن توم وغسلتهم شوي، وقمت هيك القشرة البرانية اللي عليهم غسلتهم شوي وحطيتهم بقلبهم كتير، بس يستووا بيطلعوا طيبين هيك، بتعصروهم مع الدجاج عن جد طعمتهم بتاخد العقل. إذا مو مجربينهم لسه جربوهم، ويلي مجربون يقلنا شو رأيه بالتعليقات. وضفت شوية مي على التتبيلة، يعني شوية مي كتير قلال لأنه الدجاج لحاله بينزل المي تبعه. وضفتهم كمان على صينية الدجاج، ورح غطيها بورق الألمنيوم، ورح دخلهم على الفرن. دخلتهم أول شي على نار عالية لبين ما غلوا، وبعدين رجعت هديت النار عليهم وتركتهم يستووا على نار هادية. حسيت الأكل بس نتركه يستوي على نار هادية عن جد بيطلع أطيب وأطرى، يعني هيك بتحسوا إله نكهة تانية. قولولي كمان شو رأيكم بهي الشغلة بالتعليقات، اكتبولي، بدي تعليقات كتير، تعليقات حماسية وحلوة. لا تبخلوا علي كمان بلايك ودعوة حلوة منكم. مثل ما شايفين هيك غطيتها ورح حطها بالفرن. الأجواء عندي بالفرن شوي مظلمة، معلش تحملوني. هلا مثل ما شايفين لما غلوا واستووا حشيل عنهم ورق الألمنيوم واتركهم شوي لحتى يتنشفوا كمان، لأنه لما يتنشفوا بيعطوا هيك طعمة كرملة وبتطلع طعمتهم أطيب. هلا رح ساوي مايونيز، عملته هالمرة ببيضة كاملة، حطيت البيضة وبلشت أخلط بالهاند، وبإيدي التانية عم ضيف الزيت تدريجيا
مثل ما شايفين لحتى يسمك المزيج ويعطيني قوام المايونيز المطلوب. بعد ما يجمد ونحصل على القوام المطلوب رح نضيف الثوم والملح وحنرجع نخلطهم شوي لحتى يتجانسوا مع بعض. كل مرة بعمل المايونيز بطريقة شكل بحب نوع، يعني مرة بعمله بالبياض، مرة بالنشا، مرة بحب أعمله ببيضة كاملة. كمان ببيضة كاملة بيعطينا كمية مثل ما شايفين كتير منيحة، وبيطلع المايونيز دسم وطيب كتير، فالتغيير مطلوب كل مرة شكل. وهيك مايونيزاتنا صاروا جاهزين مثل ما شايفين. رح حطهم هيك على جنب مشان طالع صينية اللي بالفرن، ونعمل الصوص اللي حندهنه على الوش مع بعض. هيك صارت جاهزة عندي ومتنشفة وكتير منيحة. فيكم ما تنشفوها لهالدرجة، بس أنا مثل ما قلتلكن بحب إنها تتنشف وتعطيني هيك نكهة الكرملة، كتير بحبها. هلأ للصوص اللي دهنت فيه الوش حطيت معلقة تقريبا بابريكا مدخنة ومعلقة كاتشب صغيرة وشوية زيت نباتي، خلطتهم هيك مع بعض. أول شي دهنت الوش بشوية زيت من يلي بس شو عم بدهن أنا ما بعرف هون شو اجى ببالي وعم بدهن بهاي. طيب مثل ما شايفين دهنتهم هيك أول شي بدهنة زيت من اللي كانوا عليهم بالصينية، وبعدين بلشت ادهان بالصوص يلي عملناه للوش. بيعطينا هيك طعم التدخين على الوش وقرمشة للجلدة كتير كتير طيبة. ورح رجعنا على الفرن واشويهم من فوق. وهيك بتكون وصفتنا خلصت لليوم. ان شاء الله يا رب تكون عجبتكم، بتمنى تجربوها على طريقتي وتقولولي شو رأيكم فيها. بتمنى لكم سنة جديدة تكون مليانة فرح وسعادة، وإن شاء الله يا رب تحققوا كل شي بتتمنوه. والدجاج مثل ما شايفين دايب ذوبان. السلام عليكم ورحمة الله.